سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك معكم هذا السابليو شوكولا يجي بزاف هايل، يجي هشيش والبنه ديالو بزاف هايله، راح يجيكم طري وعلى بالي بلي راح يعجبكم وراح تعتمدوه. ما نطولش عليكم، نجوزوا مباشره طريقه التحضير تاع هذه الوصفه، لكن ما تنساوش تخلوا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. نبداو اولا بعجينه السابلي، نحتاجو فيها 250 غرام تاع زبده تكون طريه، راح نزيد عليها نص كاس تاع الزيت، وراح نزيد عليهم رشه تاع الملح، نزيد عليهم زوج حبات تاع البيض يعني زوج حبات كاملين، نزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع المايزينا، نخلطهم مليح يعني غير هكا بيدي. انا شوفوا الزبده ديالي لهنا ما كانتش فريمون طريه، حاولوا تدخلوا هذاك البيض مليح مع هذيك الزبده، وراح نزيد عليهم لهنا نص كاس تاع سكر غلاس، وراح نخلطهم بالباتور. لهنا استعملوا الباتور يعني خلطوهم مليح تتحصلوا على كريمه، يعني كريمه تكون رطبه. فوالا نخلطهم بيان. ولا هنا راح نزيد عليهم مغرف صغيره تاع لافاني، انا كنت نسيتها معليش زدتها لهنا، نتوما تقدروا تزيدوها مع الاول. نخلطهم شويه برك هكا بالباتور، وراح نبدا نزيد لهنا في الفرينه ديالكم غربلوها باش ما ديرلكمش هذوك الحبيبات والسابلي ديالكم يجي يعني رطب. زدت لهم كيس تاع خميره كيميائيه وراح نخلط مليح. نبقى نزيد الفرينه غير بكميه قليله حتى نحصل على عجينه تكون طريه. العجينه ديالكم ما تدلكوهاش، تجمعوها غير بالاصابع هكذا باش ما تجيكمش السابلي ديالكم ما يجيكمش يابس. فوالا راح تحصلوا على هذه العجينه اللي تكون طريه وما تلصقش في اليد. لهنا خليتها ريحت غير واحد الخمس دقائق، وراح نبدا نفتحها، يعني ما نفتحهاش كامله لافوا، نجيب غير بكميه هكا ونفتحها على سمك يكون رقيق. ما تنساوش بلي درنا لها ساشي تاع خميره كيميائيه، فتحوها على سمك يكون رقيق واحد نص سنتيمتر هكذا. وجبت لهنا طابع هذا اوفال، انا خيرت هذا الاوفال، نتوما تقدروا تخيروا اي طابع يعني يكون عندكم، ماشي شرط ديروا هذا، انا عجبني هذا الشكل. فوالا راح نطبعهم كامل وراح نحطهم في البلا اللي راح ندخلو للفرن. والفرن تاعي كنت شعلته مسبقا. العجينه هذيك اللي تقعد لكم ما تدلكوهاش، يعني تجمعوها غير هكا وحطوها خلوها ترتاح، ادوا عجينه واحده اخرى وعاودوا ولوا ليها. فوالا لهنا بعد ما طبعت كامل الحبات ديالي دخلتهم للفرن حتى داو لي هذا اللون الذهبي ونخرجهم. فوالا شوفوا شحال جاو شابين. لهنا راح ندوزو نخدمو كريمه الزبده. واش راح نديرو فيها؟ نديرو فيها 100 غرام تاع زبده تكون طريه، 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم، نزيد معاهم مغرف كبيره تاع حليب مجفف لحظه، ونزيد عليهم مغرف كبيره تاع غبره الشونتي. راح نخلطهم مليح بالباتور. هذيك غبره الشونتي راح تخلي لكم الكريمه ديالكم تجي بزاف خفيفه. لهنا زدت مغرف تاع الزيت وفوالا خلطهم مليح بالباتور. هاي لك الكريمه اللي تحصلنا عليها، تقدروا تخلوها في الثلاجه واحد 10 دقائق باش تبداو تخدموا بها. انا صراحه بديت نخدم بها مباشره، ما كانش عندي الوقت. جبت الحبات تاع السابلي ديالي، درت لهم كريمه الزبده على الطرف، وفي الوسط درت لهم فخويور هذاك اللي كنت وريته لكم ديجا في الفيديو السابق، قلت لكم يجي مخدوم بلي فخوي يجي بزاف بنين، وراح يعطي واحد الطعم بزاف هايل الصابلي ديالكم. كما تقدروا تعمروهم لداخل بنسلي كراميل ولا بتوفيا كراميل ولا بديكوجل، يعني كيما حبيتوا، ما تتقيدوش واش درت انا. المهم عمرتهم كامل ونحيت هذوك الزوائد. ولا هنا كنت دوبت شوكولا ديالي شوكولا نواغ في حمام مائي، ودرت عليها كاوكاو يكون محمص ومطحون، خلوه شويه خشين هكذا باش يجي باين في الحبات ديالكم. انا شوفوا الشوكولا ديالي دائما نحب نخليها ثقيله باش ما نقعدش، باش كي نقلاسي الحبات ديالي ما نقعدش نعاود. يعني شوفوا للامانه درت لهم مره واحده وما زدتش عاودت لهم، خليتهم نشفوا. قلت لكم خلوها ثقيله شويه باش ما تقعدوش تعاودوا في الخدمه. لهنا كنت كل ما نقلاسي حبات كنت ندير لهم هذا الورق الذهبي من الفوق هكا كتزيين، وانتم تقدروا تزينوهم كيما تحبوا. راح نكمل نحطهم في الكيسات ونشوفوا الحلوه ديالنا. اي فوالا هاي لك الحلوه ديالنا لنهار اليوم. شوفوا الشكل ديالها شحال جا بزاف هايل يعني صراحه. سورتو كي زدنا حطيناها في هذوك الكيسات عطاو لها منظر بزاف راقي. المهم يعني حلوه سامبل، ما فيهاش بزاف يعني مقادير، سهله، تمتم توجدوها، يعني ما تديش معاكم بزاف الوقت صراحه.
لهنا راح نقسم معاكم حبة باش تشوفوا كيفاش جات لداخل. جات بزاف هشيشة، شوفوا كيفاش تجي تفتت معاكم، وجات البنة ديالها بزاف هايلة. كانت معاكم كوينز كيتشن، سلام.